الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا، ثم ما بعد. وكتاب كيني صحيح مسلم للإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ودرس جني تضباطني اللحاد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثني عمرو الناقد وسهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن. باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. باب هذا كان باب استحباب تحسين الصوت، صوت كإن لقرحيه سنن مددي باب يهي بالقرآن، قرآن كاللغو قرحيه وعد مع قرآن كاللغو أخريه. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثني وحائي ورمي عمرو الناقد، عمرو بن محمد بن بكير بن الناقد بن شابور أبو عثمان البغدادي، وسهير بن حرب ابن الشداد الحرشي أبو قيسم النسائي عن سفيان بن عيينة قال: وحيلا حدثنا وحنور من سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة وحال قوري يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يسوى حديث كالنبي قارسينيه، يبلغه يرفعه ينميه. قالوا: حين ما أذن الله إلهي مدقيسا لشيء مدقيسا ما أذن الله إلهي مدقيسا لشيء مدقيسا ما أذن انتو دقيستين لشيء للنبي نبي قاسو يتغنى بالقرآن، قرآن كي عدونا أكسنكو آخرني. يتغنى وحيكو فسريان رواياتك يجهر به. ما أذن الله إلهي مدقيسا للنبي مدقيسا ما أذن انتو دقيستين للنبي نبي قاسو يتغنى بالقرآن، قرآن كي صود ونأكسن وقرح بذنكو آخرني. قال الإمام رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري أخبرني يونس بن يزيد الأيلحاء وحدثني يونس بن عبد الأعلى ابن ميسرة السدفي أبو موسى البصري قالوا: حين أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي بأنه ورمي. قالوا: حين أخبرني وحائي ورمي عمر بائي ورمي وعمر بن الحارث بن يعقوب الأنصاري كلاهما متكستو لبدو ذا كمده يعني حاله كورني عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري بهذا الاسناد سنة كايسقع وسنة كاينو يعني هذا السومريني أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة غارت كي يوجددنا وحوي لبدا السند متابعة يونس يا عمر أي متابعين أيان سفيان بن عيينة أي متابعين أيان. قالوا: حلي كما يأذن سيدو أدقيستي الله سبحانه وتعالى للنبي ويتغنى بالقرآن، قرآن كي عدو ناكسنكو آخرين. وحدثني بشر بن حكم بن حبيب العبدي أيائي ورمى النيسابوري قالوا: حي حدثنا وحنور من عبد العزيز بن محمد ابن عبيد الدراوردي قالوا: حي حدثنا وحنور من يزيد وهو ابن الهاد ويزيد بن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث يعني التيمي أبو عبد الله المدني وثقة من الرابعة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أبو هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بو مقلي. أبو هريرة يقول يسقى النبي قليه: ما أذن الله إلهي مدقيسا لشيء
ما أدن انتو دقيستي للنبي نبي قاسو حسن صوت كيسو ونكسين القرآن كوكو آخرين يتغنى بالقرآن أي يجهر به قرآن كي لجهر أيوه صوت قروح بدن يعني مركا كو آخرين قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثني وحاي ورمي ابن أخي ابن وهب عبد الله بن وهب ويلكي ولالكي ودلي أديرك وأهابائي ورمي يعني ابن أخي ابن وهب يحوي وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب عقي عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المصري أي أديروه قالوا حي حدثنا وحانو ورمي عمي أديرك وعبد الله بن وهب قالوا حي أخبرني وحاي ورمي عمرو بن مالك بائي ورمي وعمر بن مالك يعني الشرع بنكليه عن حيوة بن شريح عن ابن الهادي يعني حيوة بن شريح بايسنو وحكورنية ابن الهادي ويزيد بن عبد الله ابن الهادي وسنة كيورين كسو مرني بهذا الإسناد مثله يعني السنة كان مثل أيون كورنية سواء حاليهم كوسما وقالوا حولي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل لكن ما نؤرن سمع يعني وكم قال النبي ما نؤرنه وحولي إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال الإمام رحمه الله تعالى وحدثنا حكم بن موسى ابن سهير البغدادي أبو صالح القنضري قال حدثنا هقل يعني ابن سياد السكسكي عن يحيى بن أبي كثير الضائي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي محمد وحيد ما أدن الله إلهي مدقيسا لشيء يعني كأدنه دقيسي وكال للنبي أودقيستي نبي قاسو يتغنى بالقرآن قرآن كي عد ونكسن كو أقرنيا يجهر به لجهر يولد واقيا حديث تمرك إنه لفتي قوضة دمينو بان معناه كجران هالمرت المامي دون قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن أيوب المقابري الغافقي وقتيبة بن سعيد وابن حجر علي بن إياس ابن حجر السعدي أبو حسن المروسي قالوا حين هذا صدح وحدثنا وحنورهم إسماعيل وهو ابن جعفر إسماعيل كوائن جعفر عن محمد بن عمر بن الحارث أيان نور ومحمد بن عمر بن علقمة بن وقاص الليثي عن الأهض عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وحكوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى بن أبي كثير حديث يحيى بن أبي كثير مثل لمذا يعني أيوب وريي غير أن ابن أيوب لكن ابن أيوب ننكل هذا يحيى بن أيوب قالوا حولي في روايته وحكولي كإذنه يعني دقيسي كأدينه ماشي أحيد بوحي كإذنه دقيسي سوكل قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن نمير وحدثنا ابن نمير وعبد الله بن نمير حدثنا أبي ومحمد بن نمير كهوريك الدمين وعبد الله بن نمير قالوا حدثنا مالك وهو ابن مقول يعني ننكل يجاهده البجلي أبو عبد الله الكوفي وثقة من السابعة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب صحابي رضي الله عنه قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي وحيد إن عبد الله بن قيس وكما أبو موسى الأشعري أو الأشعري أما يعني إنا أشعري أعطي وحالسي مزمارا صوت بالسي ومن مزامير آل داود رير داود صوت كودي عدد كودي قروح بدنا ميت كمدة أيالسي مزمار وحال هذا آلده يعني ضرب إلى قراعه ترومبدا يوحلمتك صوتك موسيقى مركو اسكدعه عدك ميشا كسو بحا أيالي هذا لكن عنده حلوشي إذا عد قروح بدن يضنن بالسي أعدي وحالسي مزمارا يعني الصوت آدو قروح بدنه من مزامير آل داود عددك رير داود النبي الله داود آل كي سعود كي لسي دي مركو الصبعين يوم القرآن كآخرين
حتى شمبرها الله سبحانه وتعالى شمبرها استاجي شري نبي الله داود ساعات كستو وقت جود النورلات كم إذا نقف رير آل داود أي عبادة داعك شريه وأتي الله ولي اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور الله ولي سبحانه وتعالى. قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثنا داود بن رشيد الهاشمي مولاهم أبو الفضل البغدادي وثقة من العاشرة. قالوا حين حدثنا يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي. قالوا حين حدثنا ضلحة ابن يحيى بن ضلحة بن عبيد الله القرشي الكوفي وصدوق يخطئ من السادسة يكمده عن ابن أبي بردة وحال قوري وحو يسقون كورنا يا ابن أبي بردة وعامر بن أبي موسى الأشعري الكوفي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قالوا حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحصوبنها لأبي موسى وكير لو رأيتني حدادي أركي لحيد وأنا أستمع أنيقو دقيساني لقراءتك قراءة هذا البارحة حالي أنيقو قراءة هذا دقيساني حدادي أركي لحيد لقد أوتيت وحال بسيي مزمارا الصوت ومن مزامير آل داود غير داود صودت كودي عد كودي قروح بدناميد كميدا لبسيي أبو موسى ميل كنت كنا يا نبي كصامر يكذبنا قراءة سيود جست مركز وحير أبو موسى لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرتك لك تحبيرا بير هدان أوجان لها بيري إن قراءة إذا دقيسنسو وأنكو قرحين لها حدك قرحين بانكو قرحين لها أنت وكسي زيادة لها بير باب كاس مركا وحلقة هذا يا فضلك عيلاد هاي القرآن كإن عدو ناكسن لقو أخريو يصنع النمديد حديثا للي هي يعني ما أدن الله لشيء ما أدن للنبي يتغنى بالقرآن وصفة السمع با إلهي سبحانه وتعالى الله سقيا وكان الله سميعا بصيرا حداد صفة سكتنا الصفة دي وحي كده لني يعني مركا إيضنا والله سقيا لكن مروا البوحة ميشكوية لوحوي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير صفات كأية المامها اللي مركا لقوا الرميو. باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة. حباب يهي ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم النبي قراءة سي شيغتان كيدي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح أخريي يوم فتح مكة مالك فرتان كي مكة أخريي. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي أبو محمد الكوفي وثقة من الثامنة يكمدية ووكيع يا وكيع بن الجراح الرؤاء ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان عن شعبة عن معاوية بن قرة قالوا حين سمعت عبد الله بن مغفل بن مقلي المزني صحابي قال يقول يسقوله قرأ النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو أخري عام الفتح سنة كيف فرتانك وحو أخري النبي صلوات الله وسلامه عليه سنة كيف فرتانك فتح مكة لوشي ذا أيوح أخري في مصير صعد لحدي صعد كاسو له النبي وصقنا ذي سورة الفتح بو أخري على راحلته هشي سيقاديد كيس دوشي سيساقو كوصقا بو النبي وأخري فرجع وعل علي في قراءته سيب وعل علي ترجيع وحلوشي ذا قراءة إن لتشيدو أيضا مخارجتي حروفتي مخارجتو دي عن ميشا لغا صار إنا فتحنا لك فتحا مبينا ساسو كلوشي تشيدو فرجع أوعل علي في قراءته سلحة ذا يوعل علي. قال معاوية وحوري لولا هديل لا يا أني أنا أخاف إن أنكبقي أن يجتمع إن يقصوا كلمان علي دوش إذا الناس ضدك إن يقصوا كلمان لحكيت واندين شيل لها يعني وان داشين لها ويري لكم ذيك قراءته وقراءة سيبا ندين شيل لها يو ترجيع النبي أوسمي يشيتيد كي قراءة وشيتيد يبان ندين شيتيد له. قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن المثنى
ومحمد بن بشار قال ابن المثنى وحدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال وحي سمعت عبد الله بن مغفل بن مغلي قال وحي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيان أركي يوم فتح مكة مالك فرتانك مكة على ناقته هشي سيدوشي ذا يسقو صار النبي يقرأ يسقو آخرين سورة الفتح قال وحي فقرأ ابن مغفل عبد الله بن مغفل بأخري سورة الفتح بأخري ورجع ووع العلي قراءتي فقال معاوية بن قرة وحوري لولا الناس ضدك هديل لأيهي يعني لأخذت لكم حنقاضا لها بذلك كاسو ترجيع بانقاضا لها بمعنى وانصمين لها الذي كاسو ذكره الشيخ ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وكالشيخ أتوير هدانا كبقين ددكو إنه يقصوا أروران روايته هو اللي حكيت لكم قراءته باندين جلالة قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثناه وحديثك وحان نور من يحيى بن حبيب الحارثي أبو سكرية البصري وثقة من العاشرة قال حدثنا خالد بن الحارث أيان نور وابن عبيد الهجيمي أبو عثمان البصري ثقة من الثامنة قالوا حاوحير وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ بن أبي معاذ العنبري البصري قال وحير هذين خالد يا معاذ حدثنا وحنور من شعبة أي نور من بهذا الإسناد السند كان يسقوه خالد بن الحارث يعني ومعاذ بن معاذ عن شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل قرأت كنا وحوي ومحمد بن جعفر ننكل إلى خالد بن الحارث يعني محمد بن جعفر بالمتابعين نحوه أي نحو ما روى محمد بن جعفر عن شعبة وكوري بهذا الإسناد نحوه أي نحو ما روى محمد بن جعفر في حديث خالد بن الحارث وحكسقنا قالوا حولي على راحلة قادي دشي سقو كسقنا ويسير سعونية والحال هو يسقنا يقرأ وأخرنا سورة الفتح وأخرنا باب النسول السكينة حسلوني دا سودقي ديب باب يهي لقراءة القرآن كأخرنتي سحسلوني دا يسودقي سيو يعني والرحمة النحريس ملائك ودايا سودقيس قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى ابن بكير التميمي أبو زكريا النيسابوري قال أخبرنا أبو خيسمة وزهير بن معاوية بن حديج يعني الجعفي الكوفي عن أبي إسحاق يعني أبي إسحاق الهمداني السبيعي عمرو بن عبد الله الكوفي وعنده حيري مركع عن براء بن عاصم وحكوري قالوا حيري كان الرجل ننبا وحوها يقرأ مدخري سورة الكهف بآخرين وعنده نك أكتسنا وحاكسقنا فرس باكسقنا فرسكم مربوط لحري بشدنين لبحرق لغحري فرس لبحرق لغحري باكتس كسقنا فغشته وحاد بوشي ننكي صحابة ضرور بعد بوشي فجعلت وحي قد شيء ضرورتي تدور إني وريقسو وتدنو وأيسو دوانيسو ننكي قرآن كآخرين يكسو دوانيسو وجعل فرسه فرس كيسينا وحوق قد ينفر إنو عرري منها ضرورتي حق يدو كعرري فلما أصبح مركو وابريستي وأتى النبي صلى الله عليه وسلم نبي يويمي فذكر ذلك له أرن كاسو نبي أشيغي فقال النبي وحولي تلك السكينة مدى سوا حسلوني تنزلت وحيوسو دكتي للقرآن لأجل قرآن كدرتي بيوسو دكتي قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثنا ابن المثنى محمد بن المثنى أبو موسى البصري العنسي شيخ الجماعة وابن بشار محمد بن بشار وابن دار لويقا واللفظ لابن المثنى قال وحي حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال وحي سمعت براء بن عاسبان مقل يقول سقوله قرأ الرجل النبا وحو أقري الكهف كهف بأقري وفي الدار دار تدحيدا وحاكسقني دابة باكسقني فجعلت وحي قدق شيء تنفر إني عررسو فنذر وفيري حق صرو فيري فإذا وابيضو ضبابة ضروري أي كسقنت أو صحابة يعني واسكو معنى لفظ يعني ما الضباب يرمي الصحابة يرؤون بكشكيه
لكن معناها لبدا بالضرور تالينا ضرور تاسو قد غشيت فود دبوشي قالوا حري فذكر ذلك أرن كاسو شيء للنبي صلى الله عليه وسلم نبي قول شيء فقالوا حري اقرأ فلان هبل وأقري فإنها يضع السكينة حسلوني دي ويتنزلت ويسودكتي عند القرآن قرآن كأكتي سيكسو دكتي مضشة هي ميشة قرآن كاللغو أقرنية ماموس أو أمسه وشك راوية تنزلت وحي أسودكتي للقرآن لأجل القرآن قرآن كدرتي ويسودكتي قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثنا ابن المثنى محمد بن المثنى أبو موسى البصري العنسي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي بن حسان الأزدي البصري ثقة من التاسعة وأبو داود وهو أبو داود الضيالسي سليمان بن داود بن الجارود البصري ثقة من التاسعة قال حدثنا شعبة يعني قرأت كنا ومتابعة محمد بن جعفر لمتابعين إيه عن أبي إسحاق السبيعي قالوا سمعت براء بن عاسبان مقليب يري يعني يقول يستقوله فذكر وحي شيئين لبدو يعني مركا لبدو شيئين يا وأكوه عبد الرحمن بن مهدي يا أبو داود الطيالسي فذكر وحي شيئين عبد الرحمن يا أبو داود وحي شيئين نحوه أي نحو حديث يعني محمد بن جعفر غير أنهما لكن لابد ذا استقالة وحيل هدين يعني تنغز تنفر ماشي أهيد بيوحي أن تنغس يضو يعني مركا ديضيس أنا اسكو معنا الفاظ يعني بدقته بحقوق الرجح يا إريضة أي كلا أديكسدين منذ مركة المامي وهذا من دقة إمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثني حسن بن علي الحلواني وحجاج بن شاعر وتقارب وين يسكد وادين في اللفظ لنك اللفظ قال وحيل هذين لبدو وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد السهري أبو يوسف المدني قالوا حدثنا يزيد بن الهاد أن عبد الله بن خباب حدثه وحوشيغ وعبد الله بن خباب الأنصاري النجاري مولى بني عدي بن نجار المدني وثقة من التاسعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه وحوشيغ عبد الله بن خباب وحوشيغ أن أسيد بن حضير إنك قرآن كأخريه وأسيد بن حضير بينما قوره هو يسقو ليلة أي يعني مركا في ليلة أما ليلة من الليالي هبين هذا كمذا يقرأ وأخرنا في مربده مربدك وحالها ميشة تمرت لغو إنجيتشيو أما لغو قلتشيو في مربده مربدكي سلحدي سوكو أقل يعني كو أخرنا ميشة تمرت لغو قلتشيني إذ وقت جالت يعني أي بودي فرسه فرس كيسيبا بودي فقرأ مركاسو أخري ثم جالت ويبودي أخرى مركلة أي بودي فقرأ أخري ثم جالت ويبودي مركلة أيضا مرلبات فقال أسيد بأوحر فخشيت وحن كعب صدي أن تضع يحيى إني كوشوكستو ويل يرعو دليو يحيى اللي هذا أقهر ديو انتي ضده إن يعني مركا أي كوشوكستو أيو كبغي فرس وبيرك كوشوكستو فقمت ونستاجي إليها حقي دي ونستاجي فرسكي حقي سي ونستاجي فإذا وبيضو مثل الذلة سيدي الضرور أو كل واحد مودع الضرور تاسو فوق الرأس مدحي قدوشي ساعات ضرور تاسو فيها لحدة آيات أمثال السرج يعني فينوسية أو كل يعني واحد مود فينوسية خرجت وي بحذي ضرور تاس في الجو جوي لحدي سهودة لحدي ذي بحذي وكربي وبحذي حتى ما أراها إلى أن أرق ضرورتي قالوا حلي فقدوت وانكسو شرماضي معناها انتي قرآنك واخرنا الضرور بادل مربا أسو دوانيسي يمقدي مركو قرآنكي تشوتيين كربي بايو بحضو ضرورتي سكينة دي يحسلوني دي وحي واكتغي فقدوت وحانكسو شرماضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وحان لي يا رسول الله بينما قرآن أنقو البارحة حلي من جوف الليل هبين كبرتن كيس أقرأ أنا قريه في مربدي تمرت يعني ماشي تمرت لغو انجيشنا يان لها إذ وقت جالت أي بودي فرسي أو بودي
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حري اقرأ ابن حضير ورقري إنا حضيره إنا تكلتوش سماهم بكذا معناها إنا ذكريه قالوا حري فقرأت وأنا قريي يعني هبين كيلوات ثم جالت ويدي أيضا مر لبعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حري اقرأ ابن حضير إنا حضير وأقريها كلتوشين قالوا حري فقرأت وأنا قريي ثم جالت ويبودي أيضا مر لبعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حري اقرأ ابن حضير إنا حضير وأقري قالوا حري فانصرفت وان قدومي وصلاة ديوان كبحي وكان يحيى نوحها وويل كيسيه غريبا مد كله منها حق إذا دابد يقاديد كحق سميت كله منها أي من الفرس خشيت وحان كعب صديب إلى أن تضعه إن يكو استاكتو فرأيت وحان كي مثل الظلة ضرورة وحاد موضوع كله وفيها لحظة يكو سبنتهي أمثال السرج فينوسية أو كله يعني وحاد موضوع يكو سبنته عرجت وي كرتي في الجو ضرورتي وحي كرتي في الجو هودا لحظة أي كرتي حتى إلى ما أراها أنا أرى كربي أكرت فقلت وحان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لوحي تلك الملائكة مدى سوى ملائكتي كانت وحيها تستمع مدى سنس لك هذه كل سنس ولو قرأت هداد أخري لهيد وقراءة آتسي ودي لهيد لأصبحت يعني وحي وابري سن لهيد يراها الناس وددكو إيقو أركيا أي وابري سن لهيد ما تستتر حالا إسكا أسطرين وإسكا قرين منهم حقود اللي ملائكة هذا ما رقنا مركادات سي ودي لهيد ملائكة يدو الأركيو أي يعني وابري سن لهيد حيوان قيبي دي لينغا غرينا ويكمت مركا شيء عفريت حديث كيسيبه واتين السومر إن هدان حري لهايو أن تيرك مساجد كل حري لها وحد وابري سن لهيد يجو غلمان المدينة ويلش المدينة أي كل عياريان أيات كوا وابري سن لهيد مركا جنكي إيو دي ملائكتي إيو دي لا يكورو ينقو ماركين ولو قرأت هذا ذرك لهيد لا أصبحت وابري سن لهيد يراها الناس وددكو يجو أركيا ما تستتر حالة أنا إسكقرن منهم حقه دا قرآن كي كرامات كاس أيو يعني مركا أتكو أرك لهيدو عمران بن حسين باو حاكو دعضي بواسير باكو دعضي بواسير تي مركا يكو دعضي مركا يورو السبر يو أتكيساني مركا ملايكتا يعني ما شرتي وهدي لا يكورو يهاي ما تصليه صبرسين هانو ما شرتي مركو إسقبي أي كجو يعني كتغين باب فضيلة حافظ القرآن قرآنك يعني متك حافظك هاي حفظ السنة فضل جيسة أي بابيه قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري أبو كامل الجحدري وفضيل بن حسين البصري كلاهما لبدو ذمتك استوكمذ وحكور يا عنبي عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري الواصدي قالوا حين حدثنا قتيبة عن أبي عوانة قال قتيبة وحيرده قال قتيبة وحيرده حدثنا أبو عوانة عن قتادة لأن اللفظ وحو استعمالي لفظ العنعنة لأنه وحو استعمالي حدثنا قال قتيبة وحيرده حدثنا أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري أيان نور عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال وحيرده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحيرده مثل المؤمن روح مؤمن كاسفديس يتلمانتيسو الذي مؤمن كاسو يقرأ القرآن قرآن كأخرنية مثل الأترجة أترجة السفدي يتلمانتي ذو كلوة الأترجة وجيد بلينت بالمضى وكلا يعني نوع عاص وكلا أو إسكودر صدي لما شيء عرف إيه معان بو إسكودر صدي عرف إيه معان wadaadada markay wax la qabeynayaan waxay oran jireen liin ugunti marka adiga marka liin ugunti hadda garan meeyne waa nooc liin balbeelmado kala ah oo caraf iyo isku darsatay iyo macaan isku darsatay marka iimaankii iyo quraanka uu isku darsaday waay iimaankii iyo quraanka uu isku darsaday wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam alayhi riixuha وترجذا سريحها أرتيد طيبا ونكسنتاي وطعمها لدن كيدنا طيبا مد ونكسنوا
ومثل المؤمن روح مؤمن كاسفديسة الذي كاسو لا يقرأ القرآن قرآن كأن أقرنين يعني مثل التمرة تمرت الصفدي ذو كلوة تمرت الله الريح الله وحؤره يعرفتون ومسقناني وضعمها لدن كيدنا حلو ومعانيهين أنا إيمانكي بعد قلبي سكوتشرة مركا وحي هدي لا يكون يهي عرف إيو ويالن هانا قرآنك إيو أخرنتيس إيو نقول ومثل المنافق منافق الصفدي سيتلمانتيس وحيته الذي كاسو يقرأ القرآن قرآن كأخرنيه مثل الريحانة الريحانة دو كالي صفدي دو كالي جيد كريرها اللي يلاهدو ريحانة دو جيد ودقون حق عرفته لكن حق ددن كان قراد أيال يلاها مركا بالكان سوبق اللي قدر مركا باديها اللي تشوف سوبق اللي قدر ريرها اللي يلاها كاسو كاليوه حنجيو إيه ريرة إيه هدي وحبي بيره ريحها أرتدنا الضيب مد ونكسوي وضعمها لدن كيدنا مر مد قرار وحي ومثل المنافق منافق الصفديسية المنتيس الذي كاسو لا يقرأ القرآن قرآن كأن قرنين كمثل الحنظلة قلفوف كالصفديسو كلوي حنظلة قرد ضميرات يقولون جرين سيدا يعني قلفوفك أما قلفونك يعني صفديسو كلوي ليس لها ومسقنا من قلفوفك ريح أر وضعمها لدنكي سنمر وقراري هاي مثال عجيبة أي النبي صلوات الله وسلامه عليه كلا تصالين قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثنا هداب بن خالد هدبة هداب قال حدثنا همام ابن يحيى العودي وحدثنا محمد ابن المصنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القضان عن شعبة كلاهما همام شعبة بالوشي ذاي كلاهما متكستو لبدو ذا كمد وحكورنا عن قتادة بن دعامة السدوسي بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث همام وحاكسوا بدل المنافق منافق بدل كيس وحاكسوا الفاجر والفاجر الذي لا يقرأ القرآن هل كان منافق لقوذي فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه فضل الماهر كي حريفك كوها فضل يعني باب يهي بالقرآن قرآن كحريفك كوها والذي كي يتتعتع فيه قرآن كواتكا يعني مركا مدولي وفضلك أوليه قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري جميعا عن أبي عوانة وضاحي بن عبد الله اليشكري قال ابن عبيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن سرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوري الماهر بالقرآن قرآن كمتك حريفك كوة مع السفرة وجمع سافر مع السفرة ملائكة السفرة اللي يلاهدو الرسوش إلهي سبحانه وتعالى أنبياء أولا حيث اللي شركوا دوحانيا الكرام شرفت له البررة بارياش مضيعين إلهي أضيعه صدح دوا وصدح تلمامود وملائكته أي لاذح والذي مثل يقرأ القرآن قرآن كأخرنيا والحال يتتعتع فيه قرآن كي وكو أدقيه يعني آدم قرآن كي ومقرنيه لكن نيد إخلاص بسكهيا والله شفنيا مربع حرف قاعدين هل كان يشيك بوليه هاي مركا كاسو حوليه والحال هو يسقون عليه دوشي سشاق وكو أدقيه يعني مركا لبا يؤيه الله أجراني لبا أجر بوليه لبا أجر بوليه وأجر الاجتهاد كي يعني أود ذاليه يا أجر كي قراءة معنى هيدو مركا كي ماهر كاها مكفض لبدنيه كماهر كاها فضل بدن والبع لكن كنا لبا أجر وحالوسي جهدي ذلك اسكولي بيي يقرأ قرآن كأخرنتيس يعني ماهركم مركا لبا أجر يكبدا بقولال أجر بو يسوي يعني مركا ليه والذي متك يقرأ القرآن قرآن كأخرنا والحال يسقون يتتعتع فيه قرآن كي نحدي يسوكو أدقيه والحال هو يسقون قرآن كينا عليه دوشي سشاق مدرب يؤيه له يسقوا حاوسقنا ذي أجراني يعني أجر لبا أجر باوسقنا قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد
يعني وسعيد بن أبي عروبة هذا وسعيد بن أبي عروبة يعني مركاها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام ابن عبد الله الدستوائي كلاهما متكستو لبدو ذا كمد وسعيد بن أبي عروبة إيه هشام لبدو وحيكورني عن قتادة ابن دعامة السدوسي بهذا الإسناد سنة كايسوى سرارة ابن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أها وقال وحيري يعني أبو بكر بن أبي شيبة وحيري في حديث وكيع حديث وكيع وحيري والذي متك يقرأ وأقرنا قرآنك والحال هو يستقى قرآنك يشتد وكأدقيه عليه دوشي سله وحاوصقنا ذي أجراني لبا أجر باوصقنا ذي من فرق يقول أمرك وحوي والحال وهو عليه شاق إيه وهو يشتد عليه له أجران باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه باب استحباب سنن مدي باب يهي قراءة القرآن كأخرنتي سيل السنية على أهل الفضل ددك أهل الفضل قهدوشو دين لغو أخريه إيه والحذاق ددك مسكح بدناي قرآن كآدو يقاني فيه قرآن كالحدثان لغو أخريه وإن كان القارئ متك قارئ حباء حاضر يعني أفضل متك فضل بدن من المقروء عليه متك ودوشي سوحكو آخرين وإن كان القارئ حباء حاضر أفضل متك فضل بدن من المقروء عليه متك كدو الآخرين ومركا دي النبي قاد فضل بدن وحنا كدو الآخرين إياه أبي بن كعب ومركا يدنا عكسية إن كلا قدو الأخرية مقروق ويحيمد فضل بدن أو قارئ كفضل بدن ومرك عبد الله بن مسعود وكدو الأخرين أيه نبي وكدو الأخرين أيه لابد واتر المرك قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا هداب بن خالد الغيسي البصري قال حدثنا همام ابن يحيى بن دينار الأسدي العودي البصري قال حدثنا قتادة ابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري لأبي بن كعب وحو النبي وكيري إن الله أمرني ربي وحوي فري أن أقرأ عليك دوش هذين القرآن كو أقرأ قال أبي وحيري الله سماني لك ما إلهي وإيكا مقعاب ما صمد الله يقشيغي مقعيق الله يقشيغيو أبي قرآن كود الأخر ميال لقو يري قال وحيري الله سماك لي إلهي وإيكا مقعاب قال وحيري فجعل وحوق ذقل أبي يبكي إنه أوي والله إلمينيو مرب هدي إلهي سبحانه وتعالى مقعي سحوصي قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى البصري العنسي وابن بشار محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر وهو قندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد وحيري لأبي بن كعب وحيري إن الله سبحانه وتعالى أمرني وحي فري أن أقرأ عليك دشادين أنكو أقريو لم يكن الذين كفروا سورة أنكو أقري سورة البين قالوا حي وسماني لك أوميو إيكا مقعابي قالوا حي نعم ها قالوا حي فبكى مركاسو أوي أبي بأوي قالوا حي حدثنا يحيى بن حبيب الحارسي قال حدثنا خالد يعني وحوش ذا ابن الحارس الهجيمي قال حدثنا شعبة عن قتادة بن دعامة السدوسي أنه قال سمعت أنا سنبان مقلي يقول استقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بايري لأبي بحكيري بمثله أي بمثل ما حدث محمد بن جعفر عن شعبة محمد بن جعفر حديثك شعبة وكشيغيو غردك إيا وشيددنا وخالد أياه متابعين يا محمد بن جعفر رواية حديثك وشعبة وكورنيو باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر باب فضل استماع القرآن كدقيسي فضلك أوليه وطلب القراءة قراءة لقد ضلبه من حافظ روح حافظ وقرآن كي حفظ السن للاستماع دقيسي قرآن كالدقيسان ينالو ضلبه والبكاء أوهن عند القراءة قراءة أكتديل أو يروح قرآن كي مركا لقد الأقريه والتدبر معاندي قرآن كالروح إنه كفكر
قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء شيخ الجماعة جميعا عن حفص وحفص بن غياس ابن دلق ابن معاوية النقعي أبو عمر الكوفي ثقة من الثامنة عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم وهو إبراهيم بن يزيد النقعي عن عبيدة وعبيدة عبيدة بن عمر السلماني عن عبد الله بن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بوحي يقول اقرأ علي القرآن تشهد القرآن كيغو أخري قالوا حلو فقلت وحن يا رسول الله رسولك إلهي أقرأ عليك ما ديغان كوغو أخريا وعليك أنسل يدو دش هذا اللي قصو دجيه ميان قرآن كوغو أخريا قال النبي وحولي إني أنوغ أشتهي وحان شعلهاي أن أسمعه إن أنكمغل من غيري أنيق غيرك إن أنكمغل فقرأت وأنا أخريب إلى النساء سورة النساء بانكو أخري نبي حتى إذا بلغت مركان سوق فكيف حالك السديب ونقنيا إذا جئنا مركان لنمادنا من كل أمة ومد مانتد بشهيد من مرخاتية مركان أوكين وهو جئنا أن لنمادنا بك أديك أن كل نمادنا النبي محمد على هؤلاء كوان دشود شهيدا حالتي مرخاتي مرقمت كفري رفعت رأسي مدحيغان كرو قاضي أو أمسي غمسني وحائقا شيريو قندوفتي رجلكو إلى جنبي لنعيغا كسوغا فرفعت رأسي مدحيغان كرو قاضي فرأيت حانركي دموعه النبي إلنتيسي المديسيو تصيل شب ميسوق القليس نبي محمد إلمين المدو أي كدايسو أيانا كيو يقول قله نارتا ديك إنك هدي نارتا بنانك لينو صديق وحوية ميات كوارت المساجد وحوية مجر ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار قلبي بقى لا شيخ ولا شريف وهلغف أو درين حتى قمن نعونية كمجر عادي ونلشو كم إذا للنقط قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن سري أبو سري الكوفي ومن جابر بن الحارث التميمي جميعا عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد يعني إبراهيم بن يزيد عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود وساد هناد وحسي هذه في روايته قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بقى يقول لي قرآن كي يقود الأخر والحال هو يسقن على المنبر كوكس غنيه أي نبي وحولي اقرأ علي يقود الأخر قرآنك وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة قال حدثني مسعر ابن كدام وقال أبو كريب عن مسعر عن عمرو بن مرة عن إبراهيم بن يزيد النقعي قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحولي لعبد الله بن مسعود وحكولي اقرأ علي يقود الأخر قرآنك قال وحولي أقرأ عليك أقرأ ميان أقريا عليك دوش هذا ميان كو أقريا والحال عليك دوش هذا أنسل يعني دوش هذا اللي قصودتي قال وحولي إني أنا أحب وأن شعلها أن أسمعه إن مقل من غيري أنا غيرك إن كمقل قال وحولي فقرأت عليه وأن كو أقريي من أول سورة النساء أول كذا أن كو أقريي إلى قوله لقد فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدا فبكى وأوي قال مسعر وحولي حديث كذا وحولي فحدثني معا بأيور ومعن بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود الهدلي عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عمرو بن حريث وحوي قشيغ عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحولي شهيدا عليهم يعني أنا مرقاتي دوشة كوا ما دمت فيهم انتي أن رحجوغي آيات القرآن كايدة سورة المائدة آخر كذا سيدا واكد قبل النيد وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم أو أمس ما كنت انتي أنها فيهم لحظة الشك وحاشك مسعر باشكي حديث كان يكيه ربحيك لدوين ما الفرق حول حياة إبراهيم بن يزيد النخعي باورناي إبراهيم بن يزيد النخعي النبي قام يقول لكل ما
حديث كنوع عاصي تابعي والنبي قو تيري محالي له يا مرسل باليه والمرسل يعني صحابي والمرسل منه صحابي سقط فيقول إذا هديك وانفعوا إذا وهذيك اللي واحد. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود قالوا حلو كنت وحانها بحمصة حمصة ميش اللي هذا بلد يعني الشام كويا له أيانها ومعروف ولا يقن بعد بلد كاسان شوقي فقال لي وحيقول هذا من بعض القوم قوم كبركض وحيقول اقرأ علينا قرآن كان نقود الآخر فقرأت عليه محنكد الأخري سورة يوسف أنكد الأخري قالوا حلو فقال الرجل نبا وحلو من القوم قوم كي كمذا والله إلهي بانكد ما هكذا أنسلت سدا ومسودقين من حوغا اسكا عبسن وخمري سو برارو إن توقي قصر دعي مكان سو حير قرآن كي الأخري والله يساء مسودقين بير قالوا حلو قلت محاندي ويحك ورهوغي قبل مي والله لا يبان كدارتي لقد قرأتها وأنكو أخري سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى دوشي سانكدو الأخري فقال لي مركاسو يقول لي أحسنت يعني واد وناك سناتيو سيدي صوابك هيد بعد وافقت وقرآن النبي محمد كدو الأخري والنبي محمد نقرأي بعد هذا أدوكو يقول هاي ستالي هذا هاي سيدا اللي مسودج فبينما قورو أنا أكلمه عن لحظ لي إذ وقتي وجدت أن هلي منه حقيسة ريح الخمر أرتي خمر كان كهلا ننكي هنيك وحيقو هيست قال وحيل فقلت وحانري أتشرب الخمر خمر مياد عبسة وتكذب واد نبيننسا بالكتاب كتاب كينا واد بيننس لا تبرح كسو لميسد حتى أجلدك إلى أنكو قرعوه أفرتنك قفك خمر عبال لقى تشرى يتشيذر إلى أن كاتر قال وحيل فجلدته وان شادلي ويل الحد حدكي بان شادليو حدكي بان كجري أسأقول دي ما أميركي بوها محمد حدك وجري سوف أظن نقول ميصادي يا أحد الناس يقفوا إلى هذا حدود فلنية يعني حسبضوا كم هاي النوع يعني مركا أو قرانشاء أو تفويضة أو دنك أميركا يعني أيات شري. قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن قشر من قال أخبرنا عيسى بن يونس وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش يعني عيسى بن يونس يا أبو معاوية لوشيده بهذا الإسناد وليس في حديث أبي معاوية حديث كيسكم السجنين فقال لي وحيقول أحسنت وناقبات سميسيب يقول لي يعني مركاكم السجنين حديث كيسا. باب فضل تعلم القرآن وقراءته في الصلاة فضل إلى القرآن كبرشديسا هي صلاة الرحلة إن لغو أخرية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج أبو سعيد الأشج وعبد الله بن سعيد بن حسين الكندي الكوفي قال حدثنا وكيع وهو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي عن الأعمش عن أبي صالح صمان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحولي أن يحب ميوت علي أحدكم متكين إذا رجع إلى أهل كيس مركو الله بتحقوده أن يجد إنه هلو فيه أهل كيس لحظة وكهلو 3 خليفات صدح حالات أو رمان وجمع خليفة وهش مركا علمه علوش كسده ووقت الجيل اللي وجودش عليه عظام يعني مركا أو بوربور عظام أو واوين سمان أو شليس ومركا عيلا قلنا وحنو نعم ها واتشعلنا عربتنا سيدة الصومالي ذي جيل واتشعلت قالوا في ف3 آيات صدح آيضوضو يقرأ بهن متكين أو كو أخري آيات كأحدكم متكين في صلاة كو أخري أي خير له وحيوغ خير بدنتاي من 3 خليفات صدح حالات أو رمان عظام أو واوين سمان أو شلشلس عيلا صدح آيضوضو انتو برتو صلاة وكتو كدو أيها خير بدن بير النبي صلوات الله والسلام عليه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين إذن كان الذي كربها مقعيس أبو نعيم كن يدو انت بدن كسارورة يعني حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين عن موسى بن علي قالوا سمعت أبي آباه بن مغلي يحدث عن عقبة بن عامر
موسى بن علي يعني علي يا علي علي بن أبي رباح ابن معاوية أيالي ابن حديج اللخمي أبو عبد الرحمن المصري عن عقبة بن عامر قالوا حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بأن نقصه بحي والحال نحن أننا في الصفة صفدي أن نقصه قناعي ماشي داشك أما برسدة مساجدك أهل الصفوة أي دقنايين لحديث أنه قصه قنب النبي نقصه بحي فقالوا حين أيكم كينيبا يحب جعل أن يقدو وإنه كله كل يوم مالين كست إلى بضحان ميش اللي يلاهدو أو إلى عقيق أما عقيق حقي إذا ولا بوادي ولا بتوق أو بين يعني مدينة هدي لا يكون يأدو إلى صدح ميلها أجري كيني جعل أن يحب مجعلها هي يعني أيكم كينيبا يحب جعل أن يقدو وإنه كله كل يوم مالين كست إلى بضحان تقال إلى هذه التموح دلي حقي صوبحه أو إلى العقيق أما عقيق حقي صوبحه والشك راوي أو فيأتي أولي ما دو منه بضحان مع عقيق حقي سو كلي ما دو بناقتين لبحلات أو كوماوين كرس واوين عظام انتي بفسرية كوماوين كرس واوين في غير اسم دنب الآن وقصو قاتو ولا قدع رحم قراب قيس الآن وقصو قاتو فقلنا وحن يا رسول الله رسولك إلهي نحب ذلك أرنك ونجعلنا يغف والبانق نقمد واجعله قالوا حلي أفلا يقدو موك الله شرماده أحدكم متكين إلى المسجد مساجد حقي سموه شرماده أو فيعلم مبرته أو أمس يقرأ مؤخريه آيتين لما آيدود من كتاب الله عز وجل كتابك إلهي كمده أي خير وحيوغ خير بدنته له يسقى من ناقتين لما حلات بيوغ خير بدنته وثلاث صدحنا خير له وحيوغ خير بدنته من ثلاث صدح بيوغ خير بدنته صدح آيدود يصدح حالات صدح آيدود بخير بدن أفر آيدود يأفر حالات أفر آيدود بخير بدن وأربع أفر آيدودنا خير له وحيوغ خير بدنته من 4 أفر جيلة أيوغ خير بدنته يوم من أعدادهن يكوى عدد كودية تردودو من الإبل جيلة كن حالات كن آيدود باك خير بدن بقول حالات بقول آيدود باك خير بدن كنت حالات كنت آيدود باك خير بدن ومن أعدادهن كوا تردودو من الإبل جيلة وحاوغ خير بدن يعني هدي لا يكون يهي كوا آيات كقرآن كأيا خير بدن إلهي سبحانه وتعالى وحويدي سننا عمرنا إنه عافمات كل مانيو عافمات كيننا تقوى كل مانيو اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا طيبا وعملا متقبلا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.